انت عارف ان الازمات النفسيه اللي احنا كلنا بنمر بيها يقال ان هي بسبب اننا مشينا ورا شخص غلط؟ في بدايه علم النفس كان في صوتين، فرويد وادلر. فرويد كان مقتنع ان كل حاجه انت بتمر بيها دلوقتي راجعه لطفولتك واهلك والوجع اللي حصل لك زمان، وعشان تتعافى منه لازم ترجع للماضي وتعيش كل صدمه من تاني. واتبنت على الفكره دي امبراطوريه كامله اسمها العلاج النفسي. ادلر بقى كان ليه راي تاني خالص، قال لك بدل ما نفضل عايشين في دور الضحيه ونلوم على الماضي بتاعنا او اهلنا ان هم السبب في اللي احنا وصلنا له دلوقتي، وقال لك ان الحل ان انت لازم تتحمل المسؤوليه وتطلع بدروس مستفاده من الماضي بتاعك وتشوف هدف وتعيش عشانه. ولو قدرت تعمل كده لاول مره هتحرر من عبوديه الماضي. بس للاسف العلم مشي ورا فرويد، لان النموذج بتاعه كان سهل جدا يتبني عليه بيزنس ضخم قوي للعلاج النفسي، شركات ادويه ودكاتره بتدخل مليارات كل سنه. وللاسف الحقيقه ان انت لو وقفت اي دكتور نفسي في الشارع وسالته انت قدرت تشفي كام حاله، I have cured none of my patients. هيسيبك ويمشي.